السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين البانيه وجمال البانيه في البيت، وعملنا الفيجيتار بتاعه في البيت برضو تحفة. زي ما انتم شايفين كده، مش مهري ولا طالع حتة كده، حاجة مميزة وحاجة تحفة. تقدر تعمله في البيت بالتتبيلة اللي انا هقول لك عليها ان شاء الله، وهتطلع ناجحة. وبالطريقة اللي هنقولوها سوا، نكون تكمل الفيديو للآخر هتعرف الطريقة وتعمله في البيت بكل سهولة. زي ما انتم شايفين كده بقى، معايا معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الشطه، وعشان عاوزه سبايسي، ومعلقه كبيره من التوم البودر والبصل البودر، ونص معلقه صغيره من الملح، وسنه صغيره من البابريكا. وده عصير بصل، معايا بصلايه كده وبشرتها وخدت المية بتاعتها كده. وده ليمون زي ما انت شفتوا كده، البذر بس انا شلت البذر. 3 ليمونات عصيرهم، خدت العصير بتاع الليمون. وده واحدة زبادي متوسطة الحجم، الزبادي العادي اللي بنوكله لأطفالنا. ب... ومعايا طبعا كوباية صغيرة من الحليب، مش كوباية كبيرة، كوباية صغيرة خالص من الحليب. وبقلب المكونات دي كلها مع بعضها، بدوبها خالص. وطبعا انا مقطع فراخ شرايح رفيعة كده، وبنزل في التتبيلة بتاعتي دي. وبسيب التتبيلة دي في التلاجة من ساعتين ل4 ساعات عشان تشرب من التتبيلة الفراخ. برصها وبخلي التتبيلة مغطية الفراخ كلها، وبدخلها التلاجة لمدة من ساعتين ل4 ساعات. وبعد ما بتطلع بقى من التلاجة كده، بكون مجهز طبعا الفيجيتار اللي انا عامله. المارينيه عبارة عن بيضتين، ونص كاسة من الحليب، ومعلقة صغيرة من الملح. طبعا ده كوباية من الدقيق، ومعلقة كبيرة من النشا، وبخلطهم مع بعض. وهنرجع المارينيه زي ما قلنا، اللي هو بيضتين ومعلقة صغيرة من الملح خالص، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. ده المارينيه بتاعنا، وبضربه كويس جدا عشان ما يبقاش فيه خيوط بيضة كده. وطبعا زي ما انتم شايفين كده، ده كده جهزنا المرينيه بتاعنا. هنضربه ضربه كويس. طبعا الفلفل الاسود او الفلفل الاسمر بتاعنا حطيناه، ورشه الملح. وهنضربه ضربه كويسه جدا كده. انا الشيف محمود، بعمل وصفات واكلات. ده طبعا النهارده اعمل لكم البانيه، تقدروا تعملوها في البيت بكل سهوله، ما يبص منكم. طبعا هنا عندنا الكوبايه الدقيق اللي عملناها. طبعا اللي لازم اصفي القطعه من الصوص اللي هي كانت فيه، او التتبيله اللي كانت فيها، وانزل بقى في الدقيق كده واتك عليها زي ما انتم شايفين كده، بكل هدوء خالص وببساطة. وبعدين انزل في المرانيه بتاعي اللي هو عبارة عن بيضتين ومعلقة فلفل اسود صغيرة ونص معلقة ملح. وبعدين انزل بقى على الفيجيتار بتاعي اللي انا عامله في البيت. طبعا وصف الفيجيتار لو هتنزلوا في الصفحة بتاعتي هتلاقيه موجود على صفحتي. طبعا بقى بعد ما خدت المارينيه كده، انزل بقى على الفيجيتار، واكبسها كويس في الفيجيتار، عشان دي خطوة مهمة جدا. وبعد ما اكبسها في الفيجيتار كده كذا مرة، اجي جاي بقى حاططها في التلاجة في الفريزر لمدة نص ساعة، عشان تطلع بقى ما تتهريش مني. ده بقى تكة الشغل كله. زي ما انتم شايفين كده، القطعة كبيرة بسم الله ما شاء الله، وبتطلع ممتازة، ما فيهاش اي حاجة خالص. بالراحة كده بكبسها، اي حتة ما عليهاش فيجيتار بديها فيجيتار. وزي ما انتوا هتشوفوا كده، ايوه، تحفة، كلها واخدة فيجيتار. هتخش الفريزر كده لمدة نص ساعة، هي بقية القطع يعني. وبعدين ما اطلعها من الفريزر، بكون مسخن الزيت بقى، بنزل بيها ما اقلبهاش خلاص اول دقيقتين. وبعد اول دقيقتين ببدأ بقى اقلبها. وزي ما انتم شايفين الجمال والحلاوة كده. حبايبي واخواتي، طبعا عملنا لكم الفراخ البانيه النهارده. زي ما انتم شايفين كده تحفة، بتتكلم عن نفسها. مع الشيف محمود مفيش مستحيل، هتقدر تعمل الفراخ البانيه وتعمل وصفات كتير. تابعوني ولايك وشير. يلا بينا ندوق مع بعض. دي قطعة من الفراخ مستوية كده زي ما انتم شايفين. تحفة. فيها مزازة كده مخليها في حتة تانية. اعملوها بنفس الوصفة وقولوا رأيكم فيها. مع الشيف محمود مفيش مستحيل. صلوا على الحبيب.